ماشي التآكل اللي كيعاني منه الخشب بزاف، ولكن التعفن والهجوم الفطري. الصينيين القدامى فهموا هذا السر، كانوا كيشربوا الخشب الصنوبري الجاف بزيت خاص كيتغلغل في الالياف لايام واسابيع، ومن بعد كيدوز مرحله التجفيف بالتهويه. النتيجه واحد الخشب مشبع، مسامو ولات مقاومه للماء، وما بقاش كيعجب الحشرات ولا الفطريات. بهذا الخشب المزيت كيدخلوه في الصخر، كيحفروه فتحه مائله للداخل، كيدخلوا فيه ثلثين ديال العارضه الافقيه ديال البوتر، والطرف اللي خارج كيبقى في البورتافو. الجزء اللي داخل الصخر كيتوسع وكيشد بالوتاد وكيحبس في بلاصتو. فوق ذاك الطرف الصغير اللي خارج كيتقاموا لي بوطو الاعمده، وكل شيء مربوط مزيان. وبالتدرج كيتشكل طبق فوق طبق حتى كيولي عندنا هنا هذا اللي معروف دير الرهبان المعلق، فين الجاذبيه ما بقاتش عدو ولكن ولات شريك في الهندسه.